ويثيدي دي توالين تيكو سانكات ولا مدير لي تدويتني نخدم لك دغاشي الشرفيك ذو مزيغ نزوارا اسميس مزيغ أمران. نناد ذاك نقال نسوال نك وين لان ذا السلواي نسقامو نيك نمازيغ ليبيا ماس هادي بنجيج مشا يطفيت الحال دي تمغاني نايا انك دعوة غاسي ولا ثاني هي السكينة دي عاودة سيول وكنيا انا هضغ يدس شي طاح مكيد لث مليلي سنين ثم اسفوق نين اضلي دينا لود داغنا تنقصير افاني كيشدون غنغوس قامور اونيك ني مازيغان ليبيا إلا نتسا ذا سلواي إنس دي ثاقا انت دي ويلي ثاكين أدواليم خيران انتو غنيوين ناغ مفيقان أفروي خيران توغاش خرصوم أفروي سيث سفوق ني داير دي لان دي الزوارة إيه بغي لاضي سينيغي هادي بنجيج الزول فلاك أماس الزول فلاك أقمع رشيد هادي تزوغان دينا ثاني ميتي مردوز نمثا تا فيديو ثين ياك كينوسي مزيغ نالوت نفرح طاس عينين ولا اسفو قنينا يغدي نالوت داين صراحة ويفنا دينيض قبل نبدو غمسايا دينيض كل شو يخدم قوس قامو كيموني ني مزيغ ليبيا داغن دا شو كي دي تسنا كي غير زدات المبادرة نعتبر تم زنزوتني تخدم تاع غير كي نهضر فلاس اللي كنا دي تيكو 5 كيلو دي موشاغ ليبيا او يفنا دينيض امكي عدات امكي تعدى اسفوق النينا يغدي نالوت سي مسلاينيك تنمير استاذ رشيد الزول فلاون كل مزيغ النمضة لما يتلام تمغران سوقس اترار سوقس 2972 سوقس امكاز سوقس امنر سوقس يزعم في مزيغ الميلان تمغرات كان دي تمورا لالوت سنة 13 يناير. السنة المزيغية كانت في مدينة نالوت. في الأمس كان هناك احتفالية كبيرة بمشاركة رئيس الحكومة الليبية وعدد من الوزراء، لكن هذه الاحتفالية تقام كل سنة في كل مدينة مزغية، وهذه السنة أقيمت في مدينة نالوت. أقيم مهرجان كبير أقيمت فيه عدة معارض وعدة أنشطة من التراث الأمازيغي وأشعار وسهرات فنية مع مجموعة من الفنانين الأمازيغ من مختلف مدن ليبيا، وكان الجميع سعداء وكل الحاضرين سعداء جدا بهذه الاحتفالية، وأثنى الجميع على هذه الاحتفالية، ونتمنى أن تكون سنة خير على كل الأمازيغ في كل ليبيا وفي كل أمضاء العالم. اتسوق لغاشي دينا مس هادي بنكيك كي كان سوزل لانك ذا كان يل سكواس تسيلي دو سوق لنا يغدي يوث يا ثمذينين تما مزيغ ليبيا سكينة سكواس دينا لوت كي دولام إلاد نثو نفكي ناخذ ونيكلان قانون نباط تايونت ثغل النوث يعني من قرن صارت حكومة الوحدة الوطنية ذاغن تولمد ذا كان تص ينرموذن لي زاكتيفيتي ديالان اما تمذياس اما ضزوان اما تص كي نشوالات ديالان ذي ثمغرايا كي توغا تسقسيو دي تسدون فين يشدن اسقمو نيك ني مزيان ليبيان لان كتوغا مس هادي تشي السلويناس وقبل نحكوا لك كي تشطح في فوس قمو كيوني او يفن تسميثير ذاك وسنه كي كان من الميكان دي ثقي غندو جنبر 29 دو جنبر يقموث وسلوين سام زوارون نوري الشروير غسانيس دي تلوي وكذا سميثي كان ثورا مس هادي بنجي ويفن نحكوا لك كي امزغوي نسخمو كيموني ني مازيغن ليبيا من ميدي فذا شي يخدم ارتقارا. تمام. طبعا النضال الامازيغي هو نتاج عده جهود من عده اشخاص في ليبيا وفي العالم. دائما تقوم هناك تضحيات ويستمر النضال، وهذا ما عاناه الامازيغ.
قبل ثورة 17 فبراير. وبعد الثورة كانت نفس الإقصاء ونفس التهميش مستمر، فاجتمع الأمازيغ في أكثر من اجتماع، ورأوا أنه ضروري أن يكون لنا جسم يتحدث باسمنا ويكون جسم يوحد صفوف الأمازيغ في ليبيا. فكان هناك مؤتمر للاستحقاق الدستوري في سنة 2013. هذا المؤتمر تم إطلاق خلاله بيان. هذا البيان يؤكد على عدم الاعتراف بأي قوانين داخل الدولة الليبية ما لم تنص على حقوق الأمازيغ صراحة. فكان نتاج هذا المؤتمر الذي كان تحت اسم ملتقى الاستحقاق الدستوري، نتاج هذا المؤتمر هو تأسيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. تأسيس المجلس كان بنظام أن يكون عضوية عمداء البلديات عمداء البلديات أو رؤساء الوحدات المحلية في المدن الأمازيغية هم أعضاء دائمين في هذا الجسم، إضافة إلى أعضاء يتم انتخابهم من القاعدة الشعبية عن طريق صناديق الاقتراع. تقام من الانتخابات حسب النظام الأساسي للمجلس كل عامين أو كل 3 سنوات يتم انتخاب مجلس أو هيئة عليا للمجلس. بدأ عمل المجلس من 2013 وتم الانتخاب. أنا الآن في الدورة الثانية من انتخابات المجلس الأعلى، وقام بالعديد من الأنشطة والأعمال التي قدمها سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد المحلي، من مطالبات من مطالبة بالاستحقاق الدستوري وتعديل القوانين والمطالبة بالتمثيل العادل للمكونات والأمازيغ على وجه الخصوص. تسوق غاشي دينا مس هادي بنكيك سلواي ونسخمو هنيك يعني مثلا اللي بين كذا كان اسقمو يكين الا يولد دوك سكوسن 2013 مكل اما انك كي تبدل في سلويتينس واسوينس يوكلنا هذه مقارنه كان مستنسيو نتا غوش مازالنا كان الاندم الان ذي ثلثي وين يدي تسدون ناغذ كوين يدي تسدون كان قلنا سنتان ان ليبيا وكان السوزل كان شدينا الهدي بنكيك. الان انت رئيس الحالي للمنظمه منذ متى الاخ هادي بنكيك؟ أنا الرئيس المجلس حاليا عندي ممكن في حدود 7 أشهر يعني. مؤخرا ايه من شهر مايو الماضي تم انتخابي رئيس المجلس يعني. اوكي لمدة 2 قلت ها؟ حاليا حسب النظام الاساسي 2 قابلة للتجديد لمدة 1 يعني. اوكي. الان حبذا لو تكلمنا حول المبادرة مؤخرا التي قمتم بها في غدامس نالوت وغدامس على ما اظن. تعطينا يعني انتم مع المجلس الاعلى الاجتماعي لتواريخ ليبيا ماذا حدث بالضبط وما هي النقاط الاخرى التي ستاتي في المستقبل، يعني المراحل الاخرى التي ستاتي في المستقبل؟ احنا طبعا كمجلس اعلى رؤيتنا كانت من بدايه خارطه الطريق التي كانت نتاج لحوار جنيف. خارطة الطريق كانت تنص على أن تكون الانتخابات في 24 ديسمبر وبدون قاعدة دستورية. نحن الأمازيغ أطلقنا بيان في شهر يونيو وقلنا خلال هذا البيان أن لن تكون هناك انتخابات ما لم تكن هناك قاعدة دستورية توافقية أو قوانين تنظم هذه الانتخابات. وقلنا أننا هذه الانتخابات لن تكون ناجحة طالما لم تكن هناك قوانين. وجلسنا حتى رأينا أن الليبيين كان مسارهم مثل ما كان توقعنا له، أنه لم تنجح انتخابات وفشلت انتخابات. فأخرجنا قبل يوم 24 ديسمبر أطلقنا بيان آخر وقلنا لكل الليبيين والمجتمع الدولي أننا سنطلق مبادرة. هذه المبادرة ستحتوي على رؤيتنا ورؤية المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا للحل السياسي وعدم وإنهاء الفراغ السياسي الحاصل.
بعد عدة مشاورات وعدة اجتماعات مع عدة شخصيات سياسية أمازيغية في كل المدن، قررنا أن تكون المبادرة، أن تنص المبادرة على 3 محاور رئيسية. وهو المحور الأول أن نطالب بإنهاء كل الأجسام الموجودة حاليا، ومنها مجلس البرلمان، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، ولجنة الستين لإعداد الدستور ومشروعها ومخرجاتها، وأيضا لجنة الحوار. النقطة الثانية تتحدث عن منح المترشحين للانتخابات الرئاسية، وعددهم حوالي 98 مترشح. هؤلاء المترشحين يحلون محل لجنة الحوار، ويكونون هم بمثابة الجسم التشريعي. تكون مهامه الرئيسية وهي أولا أن يقوم بتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة أو قاعدة قانونية للانتخابات القادمة، إضافة إلى المهمة الثانية وهي أن تقوم بتشكيل حكومة أزمة بدل الحكومات الحالية، أو إذا رأت هذه اللجنة الإبقاء على هذه الحكومة وتقليصها فيمكن أن يحدث ذلك. النقطة الأخيرة وهي أن تقوم هذه اللجنة بتوحيد مؤسسات الدولة. طبعا نحن في ليبيا هناك عدة مؤسسات مقسمة، منها المؤسسة العسكرية وهي أبرز هذه الأجسام. وأخيرا الانتخابات ستخضع فنيا للمفوضية العليا للانتخابات، وهذه هي مهام المفوضية. أطلقنا المبادرة ونحن اليوم يمر علينا يعني ممكن 10 أيام من انطلاق المبادرة. ردود الفعل كانت جيدة جدا على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي. هل تكلمتوا مع مثلا عبد الحميد الدبيبة الأمس في النالوت حول هذه المبادرة بصفته كرئيس الوحدة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية؟ طبعا الحكومة هي جهة تنفيذية تقوم بتقديم خدمات للمواطنين، ولا تملك حلول قانونية أو دستورية، فلم يكن لنا أي حديث إلا من ناحية الخدمات المقدمة للمواطنين. أما الجهات المسؤولة التي سنقوم بإيصال صوتنا لهذه الجهات اللي هي لجنة خارطة الطريق، أعضاء لجنة الحوار، البعثة الأممية في ليبيا، سفارات الدول التي تعمل على دعم الاستقرار في ليبيا. الآن ألغيت الانتخابات 24 ديسمبر، ويقال أنها سوف تجري في 24 يناير. في وجهة نظرك أنت هل ستقام أم لا؟ لن تكون هناك انتخابات، حتى لو كان تاريخ 24 ديسمبر القادم، ما لم نعمل على إيجاد قاعدة. يناير 24 يناير. يعني يناير مستحيل حتكون في انتخابات، ولا في حتى لو قلنا 24 ديسمبر القادم مستحيل حتكون في انتخابات طالما لم تكن في قواعد قانونية تنظم هذه الانتخابات. المجتمع الدولي والدول التي تعمل في ليبيا ليس لها رغبة على إيجاد استقرار في ليبيا، لأنها دائما ترمي بأسباب النزاع إلى الأمام ولا تقوم بإنهائها جذريا. كما قلت لبعض الضيوف الذين استضفتهم في أزمة ليبيا، فيما يخص أزمة ليبيا، قلت لهم أن الأمازيغ هم كالابن اليتيم، يعني ولا كطفل اليتيم، عنده حتى واحد يسمعه، يعني حتى كل البلدان التي تتدخل في شؤون ليبيا يسمعون لكل أطراف ما عدا الأمازيغ. نتمنى المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا يكون يعني في الأشهر القادمة والسنين القادمة يكون طرف من أطراف النقاش أو التحاور. نعم، احنا طلبنا عدة مطالبات، سواء أنا في المجلس السابق أن ضروري يكون الأمازيغ في ليبيا ممثلين تمثيل حقيقي في كل الحوارات وفي كل الأجسام السياسية. طلبنا من السفارة الأمريكية، طلبنا من البعثة الأمم الدولية العامة التي تعمل على استقرار ليبيا أن لابد لإيجاد حل حقيقي، لابد من إشراك كل مكونات الأمة الليبية، وإشراك من هم
يعملون على أرض الواقع، وليس أن تأتي بشخصيات تهمها مصلحتها على مصلحة استقرار الوطن. شكرا اخ هادي بنجيج. السؤال الاخير خاص يعني بيني وبينك، يعني في 2012 لما اتيت الى النالوت كنت منشط في راديو النالوت، القيت معك حوار. هل انت دائما صحفي؟ انا سؤال يعني لا لا، تركت الإعلام أخي رشيد، تركت الإعلام من 2013، واتجهنا إلى عمل المجتمع المدني في مؤسسات المجتمع المدني، والآن دخلنا في المجال السياسي. ثاني هذه يعني غاصة سقسان كيرون ناس كنا زوج 2012 ملي نالوت يخمي يوثكني تدوينيت راديو نالوت ناس كان ما مازال ذا نغماس انك حفص غنشكيت انا خدمه دي تودسي وين يكون يشودن غا لا سوسيتي سيفيل ناغ تمتسير ثغا غامث كيكيدو ساثاغا ممكن تعطينا كلمتك الاخيره هذه اخ هذه كلمتك الأخيرة؟ نشكرك أستاذ رشيد، في كل أمازيغ أمازيغ على ما يقدمونه لنا من دعم، ونتمنى أن تكون لنا مشاركات أخرى، ونتمنى أن يتم دعمنا في الظهور الإعلامي أكثر وإيصال رسالتنا لكل العالم. هذه هي الكلمة الأخيرة، ونتمنى لك التوفيق أخ رشيد. شكرا. هذا هو الهدف تاع قناة تي كيو 5 تي كيو 5 تاع قسموس تي في، لكي احنا في أزمة ليبيا أو ما يحدث في ليبيا نعطوا لها قسط أكبر في القناة تي كيو 5. شكرا جزيلا، ونتمنى أن ألتقي معك في فرص أخرى إن شاء الله. شكرا أستاذ رشيد، شكرا. إيه راكا كاين نساء ثقرا انت دي وني تاكيد اسمها لك ماس هادي بنجيك كي تمسين سيسم سيدا السلواي نسخة مونيكني مزيغان ليبيا وقبل كنت جار ثم دوليم ثو فيديو ثكي نغا فروي وقلن ينايا دي لاند الزوارة إضلير 13 يناير نوال ثولم داني إضغان دينا لوتوغا ونوير أفغويا كي ديلان دي تبغى نسبوق نينايا دي زوارة غير ثماوث ذاكن مشي كان نزورنا كي ديغنان شنان جمال علام، شنان شنود نور الدين تيزليتين نسعاود ناس شنود كان عندي فرحة مهني باش تزغم لكن تدني يظلني كذا رشيد شرفي مزيغ عمران داكن مزيغان ليبيا زكان حملا نازوران إشناين إقباليا إيه والد تيد أفغو يكين إودن دمسي السياوسيا لادغاسي وقادر تشكان إمدوكال نا إمازيغان ليبيا قيمة ثلويث أنشوف السقون تمغراني في سقاس مازي سيمرا وتزا سامرا وتسن سوا سوه يتادلا أسقا سماينو يلفلاحت قاسموه يكمش شيشان قليبي مصر تفرعونيت فوسك وفوسان من بزيخ سمون هي تان ملايم هي تان وقور فوسك وفوسان من بزيخ سمون يا المنين ابو جلس نفتر نسيس هاني فوسك وفوسان سنردا ورديس يا المنين ابو جلس نفتر نسيس هاني فوسك وفوسان سنردا ورديس سيرة مع نملي لديك التيدن بود غاريدن تنمير تجزر تنمير خول ديدنغ يبوشيرني لا تسلمت نقول
الفرقة وتويلول أفت جيتار عبدو بندق مازي غافديس أف البيز بادي سامنصوري أفو موندول هجر الجرافة أفانيا نغلقة ديني على بوديم تمير تنسن ستوغان سقيرة غاسي وقدا غيتا والحملة قريي دبرر دخفي يتصطاس الواد الحنان تولنا في الخيالي الله 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 الغالي الله 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 الغالي الله غي زفر الأحزان شور قلبي الموسيقى يزهان نغدي من دار هنا ذكراتي بالدار الله 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 الغالي الله 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 الغالي الله هلالي 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 لا لا لا
تدنت يموت وكرمت وفوت الناس سكينين تسيساو وكرمت زين الساعة وكرمت تدنت يموت وكرمت وفوت الناس سكينين تسيساو او ساليت ساليت يدنغ صوت او ساليت ساليت يدنغ صوت ساليت يدنغ صوت او ساليت ساليت يدنغ صوت تنمير هاي وشير باش اتكد الحفل تزعم تنوير للجاج ياها تنوير للجاج ياها تنوير للجاج ياها هون يلان داموسنا سستغك الريدة غفت سيسي وتنسيسا هدمت دايم الدم تمان هون يلان داموسنا سستغك سيسي ونتسيسا هدمت دايم الدن تمال هدمت دايم الدن تمال يا لا 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 يا لا 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 لا
دي سارجاز دا يموت نشي داون ميتا جاي يصبح المغدا ولا يموت دي سجن سعيد سيفاو محروق نتلا يوريتي نيجي انت هاني نتلا الى ميغ فلاس سوالين نتني الى جنا والنغيلا دي جنسيس ندي ترينس نتواني سعيد ربي انت يرحم دا يرحم يدنا كل ذاك الندوة للشريط تنميرتي وتويلول تنميرت أنملي الديد سنتيك الطيدن الشريط